ليه بتحسي بالذنب وانتي عارفة إن القرار أنقذك؟ لأن الذنب مش دايماً صوت الضمير، أحياناً صوت التربية. اتربينا على دور واحد: استحملي، كملي، ضحي، حتى لو اللي بيتكسر انتي مش العلاقة. الذنب هنا مش غلط، الذنب خوف إنك تكسري صورتك اللي اتربطت بيها قيمتك. أخطر لحظة لما تصدقي الذنب وتعاقبي نفسك على قرار صح. الإحساس ده بالذنب بعد الانفصال مش حالة فردية، ده واحد من أخطر الفخاخ النفسية اللي ركزت عليها، ومعاها مشاكل تانية محدش بيحذر منها في الكتاب اللي بشتغل عليه وقريب جدا يخلص. مش كل وجع اسمه ذنب، في وجع اسمه تحرر. لو الكلام لمس حاجة جواكي، اكتبي في الكومنت تحرر، أو احفظي البوست لو حاسة إنك هتحتاجيه وقت ضعفك، وتابعي الصفحة عشان اللي جاي أعمق وأصدق. أنا ندى.